في سنة 2003 واحد السيد اللي الاسم ديالو إبراهيم غادي ينوض في الصباح باش يمشي يفتح المحل ديالو، ولكن كيف ما العادة غادي يدوز عند صاحبو يشرب معاه واحد القهيوة. عادي يبدا الخدمة. إبراهيم غادي يبدا يدق على الباب ديال صاحبو، ولكن صاحبو ما غاديش يفتح ليه. القضية جاتو غريبة لأن صاحبو غير من الدقة الأولى كيفتح ليه الباب. يقول يمكن السيد مريض او عنده شي حاجه. غادي يعاود مره اخرى يدق عليه شحال من مره ولكن دون جدوى. وهنا ابراهيم غادي يجبد السويرتات اللي مخليهم عنده الصديق ديالو وغيفتح لابارتومون. وهنا غادي يتفاجأ بمنظر اللي ما كانش كيتصور. غادي يلقى صاحبه جثه هامده وغارق في دماياته، زائد ان السلاح باش تقتل اللي هو موس باقي مخشي ليه في العنق ديالو. ابراهيم غير عايشوف هذاك المنظر رجليه ما يقدروش يهزوه، وغادي يبدا راجع باللور حتى يسد الباب ويمشي كيجري عند الكوميساري. ومن طبيعه الحال البوليس غادي يجيو معاه وغادي يطوقوا مسرح الجريمه، وخصهم يعرفوا شكون هو هذا السيد اللي مات وشكون اللي قتلو وعلاش قتلوه وشنا هي العلاقه اللي بينه وبين ابراهيم حتى عطيه هذوك المفاتيح. ايوا ديروا لي هذوك الصبيعات على اللايك وعطيوني ودنيكم واجي ونعاود ليكم شنو طرا. السلام عليكم، كيف دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وقضية جديدة. القضية ديالنا ديال اليوم مغربية، والأحداث ديالها وقعات في مدينة الجديدة. ومن هنا غادي نبداو من عند واحد الشاب اللي الاسم ديالو إبراهيم. إبراهيم كان عايش مع العائلة ديالو اللي المستوى ديالهم متوسط، ناس على قدهم كيف ما نقدروا نقولوا مستورين. إبراهيم كان واحد الدري اللي ترونكيل سبورتيف، ما معاطي ما حتى شي حاجة. القراية ديالو ما غاديش يكملها، ما يقدرش يتوفق باش ياخد الباك ديالو، وهذا الشيء اللي غيخليه انه يمشي يدير التكوين المهني، وبالتالي غادي ياخذ الدبلوم ديالو كتقني في مجال الكهرباء. في هذا الوقت اللي كان كيقرا في التكوين ابراهيم كان كيحلم بانه غير هياخذ الدبلوم ديالو غادي يخدم ويبدا يشوف المستقبل، يدير وليدات، يتزوج، يدوز بيرمي، يشري طوموبيل. المهم احلام ديال الشباب. ولكن للاسف الاحلام ديال ابراهيم كامله غادا تحطم، لانه ملي خدا الدبلوم بدا كيمشي كيدير ستاج في بزاف ديال الشركات وكيدفع السيديات ديالو، ولكن حتى شركه ما عيطات ليه ولا اتصلت به. وهذا الشيء اللي غيخلي ابراهيم انه غيدخل في واحد الحاله ديال الاحباط. السيد شحال هو كيجري وكيدير ستاجات وكيقلب على الخدمه من هنا ومن هنا وما كاين حتى شي واحد اللي عيط ليه، من طبيعه الحال غيولي في هذه الحاله النفسيه خايبه بزاف. وهنا ابراهيم غيفكر بانه ينوض يدير بيرمي باش ياخذ هذيك رخصه السياقه ويقدر يخدم بها. هنا باش خصو يدير هاد الرخصة خصو الفلوس. شنو غادي يبدا يدير؟ غادي يبدا يبريكولي من هنا لهنا حتى يجمع دوك فليسات وغادي ياخد الرخصة ديال السياقة ديالو. ابراهيم غير شد هذيك الرخصة وبدا كيقلب على شي مون طاكسي صغير يقدر يخدم معاه، وفعلا غادي يلقى واحد السيد يقول ليه انت تخدم بالليل وانا نخدم بالنهار. ابراهيم كان كيخدم بالنهار والسيد كان كيخدم بالليل. المهم ابراهيم بدا كيبان ليه في الحياه ديالو واحد شويه ديال الضوء، ما بقاش عنده داك الاحباط وقال المهم نبدا بما تعيط ليا شي شركه، المهم انا راه مدبر على راسي وما بقاش غير جالس. المهم الحاله الماديه ديال ابراهيم ولات كتحسن شويه بشويه، المهم ولا قاد على راسو كيعاون العائله واحد شويه، ما بقاش غير جالس في الدار وصافي. ابراهيم بقى خدام مع هاد السيد وما عندهم حتى شي مشاكل بعضياتهم، حتى لواحد النهار غادي يهز معاه في الطاكسي واحد السيد اجنبي الاسم ديالو جورج. جورج كان امريكي الجنسيه وفي العمر ديالو 62 سنه. ابراهيم ملي ركب معاه جورج بقى كيهضر معاه، بقى كيسولو حتى الاخر حتى هو كيسولو، رغم ان لونجلي ديال ابراهيم كانت شويه ضعيفه ولكن كانت مخلطة بديك العربية كلمة هكا كلمة هكا وكيفهموا بعضيات. المهم إبراهيم غادي يعرف كل شيء تقريبا على جورج، لأنه غادي يبدا الطريق كاملة وهو كيعاود ليه على قصة حياته. قال ليه جورج بأنه هو ولادو كاملين كبروا وتزوجوا كل واحد استقر في بلاصة، ومرتو جاها واحد المرض مزمن
وتوفات. قال شنو غادي ندير؟ نهبط للمغرب، لانه دائما كان كيهبط كيجي توريس هنا في المغرب. قال نهبط للمغرب ونستقر بالضبط في مدينة الجديدة، لأنها واحد المدينة سياحية، زائد أن البحر ديالها كان كيعجبو. غير سالا ليه القصة ديالو كاملة، لقى راسو صافي وصل لوطيل اللي كان طالب ابراهيم باش يديه ليه. هنايا ابراهيم غير ملي هبط جورج قال ليه شوف الا بغيتيني اتصل بيا وانا نجي ندورك جديده ونديك لاي بلاصه بغيتي. جورج ملي سمع هكاك فرح، قال ليه مزيان هنيتيني. في العوض ما نبقى كل مره نقلب على طاكسي، تجي انت تبدا ديني لاي بلاصه بغيت وغير كون هاني. داك الخلاص اللي كتجيبو في نهار انا نضربو لك في 3. ابراهيم ملي سمع هكاك هو يقول الله يا ودي في 3، اذا 3 ايام ديال الخدمه هو غيعطيها ليا في نهار. صافي رحب بالفكره وقال لي يا سيدي انا جاي عندك وقت ما طلبتيني انا تلقاني حدا الباب. ايوا هنايا جورج كل مره كيعيط لابراهيم كيجي عنده كيديه هنا كيقلب هنا، كان كيقلب على واحد السكن باش يستقر ما يبقاش جالس في لوطيل. وكان كيديه لاي بلاصه كان كيقلب عليها جورج كان كيديه ابراهيم ليها معاه، بانه ولد جديده راه عارف كاع القناه. المهم ملي كانوا كيمشيو كيقلبوا على داكشي اللي باغي جورج، من بعد ملي كيرجعوا للوطيل كيجلسوا كيشربوا حاجه بعضياتهم، او جورج كيعرض عليه الغدا وكيبقاو كيهضروا حتى ولا التعارف بيناتهم كل مره كيزيد يكبر وكل واحد كيعرف الحياه ديال الثاني. المهم جورج غادي يشري واحد الدار اللي كانت كتكون من جوج ديال الطوابق في واحد المنطقه اللي كانت راقيه، واحد المنطقه اللي الاسم ديالها تجزئه النخيل. في هذه المنطقة جورج غادي يبدا يتعرف على الناس ديال هذاك الحي، وحتى هما غيتعرفوا عليه وغيرحبوا به، بما انه اجنبي وجا سكن حداهم. الناس كاملين تما ترونكيل وكل واحد شاد تقارب. وهنا ابراهيم غادي يبدا يعاونو يشري معاه الفراش يجيب معاه اي حاجه، وغادي يبداو يجلسوا في هذيك الدار يقصروا فيها مره كيجيبوا بحال هكا سربيسه يجيبوا دكيكه ويجلسوا مقصرين مع بعضياتهم. حتى لواحد النهار اللي غادا طرا واحد الحاجه. ابراهيم هاد النهار كان جالس هو وجورج موجدين المسائل ديالهم ديال التقصار السربيسه القطيعه داكشي الكامل ديال السكيريه، وغادي يدوزو ديك الليله بعضياتهم كيضحكوا كيتفرجوا في التلفازه، حتى لواحد الساعه اللي غيبدا جورج كيتقرب من ابراهيم وكيدير ليه شي حركات. هنايا ابراهيم غيفهم القصد ديال جورج، يقول ليه حبس حبس، انا ماشي داك النوع اللي انت كتقلب عليه. ولكن جورج واخا هكاك غيتقرب منه وغيقول ليه شوف انا عارف الحاله الماديه ديالك، عارف هادي عارف هادي، المهم غادي يدخلوا من نقطه الضعف ديالو. وهنا ابراهيم غادي يستسلم وغادي يوقع معاه في الخطا. المهم فهمتوا شنو كنعني؟ هاد الشي غيولي عندهم عادي وغيوليو كل نهار كل مره فيما جورج كيبغي ابراهيم كيعيط عليه، لا من ناحيه السخره لا من ناحيه حوايج وحدين اخرين. وابراهيم كان كيقول ليه السمع والطاعه، ولكن راه ماشي حبا فيه، كل شي بمقابل. المهم غتبقى العلاقة ديالهم بحال هكا حتى جورج غيولي باغي دراري وحدين اخرين، ما غيبقاش مقنعو غير ابراهيم، وغيبغي واحد الدراري اللي عندهم واحد السن محدد، تقريبا 16 17 حتى ل 18 سنة، دراري باقين صغار. وفعلا غيبدا يجيب الدراري لعندو للدار، ولكن كل دري كيدخل عنده للدار الا كيكون دايز عند ابراهيم، وابراهيم عارف عليه كل شيء. يعني ما كاينش شي دري اللي يدخل عند جورج وابراهيم ما عارفوش، خصو يعرف عليه كل شيء. وهذا الشيء كان اتفاقيه ما بين جورج وما بين ابراهيم. وفي هذه الحاله ولا ابراهيم غير السبت والحد اللي كيقضيه مع جورج، اما الايام الاخرى كامله كيكون كيجيب دراري وحدين اخرين. المهم ابراهيم هنا غادي يستغل حتى هو الفرصه، وغادي يقول لجورج انا بغيت المحلات اللي عندك لتحت في الدار ديالك، بغيت ندير واحد المشروع، بما انني انا عندي الدبلوم ديال التقني كهرباء، بغيت ندير هذا المشروع اللي حتى شي شركه ما عيطات عليا، بغيت حتى انا ندير مشروع ديالي. جورج من طبيعه الحال غيقول لي الدنيا هانيه، انا الكراجات عندي غير مسدودين، واخا قال لي عاد كريهم ليا بواحد الثمن رمزي
المهم اتفقوا صوبوا الوريقات ديالهم، وابراهيم غادي يبدا المشروع ديالو. وقبل ما يبدا هذا المشروع غادي يشترك مع واحد السيد باش يبقى هو عنده الوقت لجورج. غيتشاركوا هو واحد الصديق ديالو، غيديروا ديك الشركه وغتبدا الخدمه بيناتهم. وهنا الحاله ديالو غتولي مزيانه من ناحيه الماده، من ناحيه بزاف د الحوايج. ومن بعد ابراهيم غادي يفكر انه يتزوج، هذه ما فهمتهاش ولكن غادي يتزوج. غادي يتزوج، غيخطب واحد البنت، وفعلا غادي يسكنها حداه تما قريب، ما بعيداش على الحومه اللي فيها جورج، باش يكون حتى هو قريب ليه، باللي يبغي يمشي عنده في الويكاند تكون الدار قريبه، زائد ان الخدمه ديالو غتكون قريبه. المهم الحياة غتستمر هكا ما بين إبراهيم وما بين جورج وما بين مرته وما بين الخدمة، حتى اللي غيوصل لعام 2003، وهنا فين غترتكب هاد الجريمة وما غنعرفوش شكون هو اللي ارتكبها. فاش غيدخل إبراهيم على جورج للدار وغيلقاه ميت في هذيك الحالة. إذا شكون هو اللي قتل جورج؟ واش هادوك الطبقة كامل اللي كانت اللي كتجي عنده، واش واحد منهم، أو إبراهيم عنده دخل في القتل ديال جورج، أو الزوجة ديالو، أو شكون اللي قتلو؟ هادشي كامل غنعرفوه في هاد القضية. المهم القضية ديال جورج جات مع الأحداث ديال 16 ماي اللي كانت في الدار البيضاء ديال الإرهاب. هادشي كامل غيجي على راس البوليس، وغتولي القضية خصها تزربي دغيا باش يعرفوا شكون القاتل. غيجيو غيطوقوا مسرح الجريمة وغيبداو الخدمة المهم ديالهم. البوليس الملاحظة اللي غادي يلاحظوا بأن السيد مضروب بزاف الطعنات في الجسد ديالو، زائد أن الموس ملي ضربوه في العنق ديالو ما قدروش يخرجوه، يعني هذا اللي قتلوه حاقد عليه، أو هادو اللي قتلوه حاقدين عليه. وحاجة واحدة أخرى اللي غيلقاو عاوتاني، غيلقاو جوج كيسان ديال الشراب محطوطين، زائد واحد التكلاضو أو هذاك اللي كنكتبوا عليه في البيسي، حتى هو لقاوه ولقاو فيه واحد النقيطة ديال الدم. هادشي كامل غادي يديوه معاهم. واللي زاد حتى الانتباه ديالهم انهم غيلقاو في واحد البلاكار عامر تصاور. وهاد التصاور ديالاش؟ ديال دوك الدراري كاملين اللي كانوا كيجيو عند جورج وكانوا في واحد الحالة ماشي هي هاديك. يعني هنا البوليس غيفهموا هاد السيد اش جا كيدير هنايا في جديدة، وعلاش جا كيقلب، اذا كان كيقلب على هاد الشيء. هنا غيعرفوا بان القضية ما فيها لا ارهاب لا والو، وغتبدا مسار واحد آخر. والشيء آخر اللي غادي نلقاو وهو واحد الدفتر ديال الشيكات اللي كان فيه الاسم ديال السيد ديال جورج، ومنها كاينين بزاف ديال التوقيع سيناتور اللي كان شي واحد كيحاول انه يقلد الامضاء ديال جورج، ولكن ما كينجحش. كل شيك فيه إمضاء ولكن مختلف على الإمضاء الآخر، حتى الشيك الآخر هو اللي مقطع، يعني الإمضاء خرج ليه مطابق. وهنا غادي يمشيو لابونك ديال جورج ويبغيو يعرفوا هذاك الشيك واش تصرف ولا لا. المهم البوليس ملي غيمشيو للوكاله البنكيه غادي يطلبوا منهم يشوفوا هاد الشيك واش تصرف ولا لا. فعلا غادي يلقاوه بانه تصرف في هذاك النهار اللي مات فيه جورج. والشيك كانت القيمه ديالو 20,000 درهم. وبالضبط هاد السيد اللي دخل الوكالة البنكية وصرف هاد الشيك، الاسم ديالو عبد القادر، والسن ديالو 31 سنة، وساكن في دوار ولاد بويحيى بإقليم الجديدة. وهنا هذاك الموظف اللي كاين في البنك غيقول لهم واحد المعلومة واحدة أخرى، غيقول لهم راه اليوم بالضبط في الصباح في الكيشي أو في الشباك الأوتوماتيكي ديال الوكالة غادي شي واحد يبقى يجرب لاكارت كيشي ديال جورج وغادا تبلوكا ليه. وزاد قال ليهم ان جورج كان صرح ان لاكارت كيشي ديالو تخونات ليه نهار 30 اكتوبر في نفس العام. يعني هاد السيد اللي خول ليه لاكارت كيشي ديالو شنو دار بيها؟ ما دار بيها حتى شي حاجه من نهار اللي خونها
حتى مات جورج عاد باش جا كيجرب أنه يخرّج بيها الفلوس، ولكن ملي ما بغاتش تخرّج ليه الفلوس لأنها كان ديكلاري بيها، تبلوكات ليه خلاها ومشى. هنا البوليس غاديين يمشيو للدار ديال عبد القادر، غادي يدقوا عليه، غيخرج ليهم الأب ديالو، غيقولوا ليه واش كاين عبد القادر، غيقول لهم لا، عبد القادر راه كان هنايا ولكن لحد بالليل مشى للدار البيضا. هنايا غاديين يبداو يسولوه إمتى جا عندكم وشحال بقى ديال الوقت عندك، هادشي كامل الأب ديالو غيقول لهم راه بقى معنا النهار كامل لأنه كان مخاصم مع الأم ديالو، عنده شي مشاكل ما بين الأم والخطيبة ديالو، وهذا الشيء اللي خلاه أنه ما بقاش واحد الفترة كيجي عندنا، عاد باش بدا دابا كيجي، ونهار الحد بالليل كيبقى بايت معانا هاد فين السيمانة زعما آخر الأسبوع، ونهار الحد بالليل كيشد الطريق وكيمشي لعند الخطيبة ديالو في الدار البيضاء لأنه ولا مستقر معاهم. فعلا داكشي اللي كاين غادي ياخدو لادغيس ديال الخطيبة ديالو باش يمشيو يشوفوا عبد القادر تما. هنايا الأب ديال عبد القادر غادي يقول لهم واش لقيتو البسطام ديال ولدي، قالوا ليه هنا بسطام، علاش كتهضر؟ قال لهم راه ولدي كان في السوق وتخول ليه البسطام ومشى ديكلارا، وحنا كنتسناو زعما تعيطوا علينا واش لقيتو البسطام ولا ما لقيتوهش. قال ليه ها بلاتي عاود لينا كيفاش تخول لولدك، قال ليه راه كان خارج ها كيفاش وها كيفاش وتسرق ليه عادي بحال اي واحد كيجي شي شفار كيدير ليه البسطام، وراه هو مشى ديكلاري راه فيه لاكارت ديالو فيه الفلوس وكلشي. صافي مشاو البوليس قلبوا على هذيك الديكلاراسيون اش كاينه، فعلا غيلقاو السيد مخول ليه البسطام ومديكلاري بيه. إذا هذا اللي جا صرف الشيك ماشي هو عبد القادر، لأن عبد القادر مخول ليه البسطام، كيفاش غيجي يصرف الشيك وهو ما عندوش لاكارت؟ إذا شكون هو هذا اللي طير هذا الصاك هذا البسطام؟ وشكون اللي كانت عنده لاكارت ديال عبد القادر؟ ولكن واخا هكاك البوليس بقاو شاكين فيه، قالوا يقدر هو نيت راه عنده البسطام وكلشي وجا ديكلارا ومشى صرف الشيك وغير بغى باش يدوخنا وجا ديكلارا بان البسطام راه مخول ليه. المهم غادي يمشيو ويسولوا الخطيبه ديالو وغتاكد لهم بان خطيبها جا عندها، زائد انهم غيمشيو للشركه فين خدام وغيسولوا عليه واش كان هذاك النهار في الخدمة. فعلا غيقولوا ليهم السيد راه دخل من 8 ونص ديال الصباح وما خرج من الخدمة حتى ل 6 ونص ديال العشية، ومن بعد غيمشي عند الخطيبة ديالو. إذا عبد القادر ما عنده حتى دخل بهاد الجريمة. الضحية بما أنه أمريكي الجنسية الهضرة غتبدا تدور تما في المدينة ديال الجديدة وفي الحومة بالضبط، وغيبدا كل واحد شنو كيقول وغيبداو ضغوطات كثيرة على البوليس. هادشي اللي غيخليهم يتجهوا لابراهيم وغادي يقولوا ليه اجي انت اللي غادي تعاوننا، غادي تحاول انك تعاوننا نجيبوا هذوك الدراري كاملين اللي في دوك التصاور ونستجوبوهم فين كانوا النهار اللي وقعت الجريمة. الدراري كاملين اللي كانوا كيجيو عند جورج كل واحد من اللي سمع هذيك الهضرة كل واحد فين زاد تعلاق، يمكن خواو جديدة. كانت واحد النسبة قليلة من هذوك الدراري اللي جاو سولوهم وكان عندهم واحد الدليل اللي يقنع البوليس بأنهم ما عندهم حتى شي دخل بهذيك الجريمة، كل واحد فين كان وكل واحد كانوا عنده شهود. البوليس ملي ما لقاو حتى شي حاجة وما قدروا يشدوا حتى شي خيط غادي يشدوا ابراهيم ويقولوا ليه اجي تصور كاملين اللي كاينين غادي تشوفهم وتقول لنا واش كاين شي واحد اللي عمركم ما شفتوه هنايا. يبدا يقلب معاهم هذوك التصاور زائد الدراري تاهم اللي كانوا جاو شهدوا معاهم، غادي يبداو يشوفوا حتى غينقز واحد فيهم غيقول لهم راه كاين واحد الدري اللي كان شمالي من طنجة عنده علاقة مع جورج حتى هو ولكن ما كاينينش تصاوروا. هنا غيقولوا ليهم قولوا لينا السمية واش كتعرفوا عليه شي حاجة. المهم البوليس غيبداو يجمعوا معلومات على هذا الشخص وغادي يمشيو ليه حتى لطنجة، وقبل ما يمشيو ليه غادي يسولوا بعدا عليه ابراهيم غادي يقول لهم فعلا هاد الدري كان جا عنده ولكن غير واحد الفترة قليلة
وواحد النهار كانت عنده واحد المشكلة معاه، كان تخاصم هو وجورج، وأنا ملي سمعت الغوا طلعت وفكيتهم وجريت على هداك الدري. هنايا ملي سولتهم شناهي المشكلة اللي كاينة بيناتكم، حتى واحد فيهم ما جاوبني، ولكن جورج قال لي راه هو بغى الفلوس نزيدهم ليه كتر ولا غادي يشوهني. ابراهيم هنا غادي يضحك ويقول لي زعما يشوهك بحال اللي عباد الله ما عارفينكش هنا في الجديده شنو كدير. يلا يلا، قال لهداك الدري سير لداركم وبدل ساعه بخرى. فعلا الدري غادي يمشي ويخلي جورج في الثقه، ومن بعد منها ما بقاوش شافوه. البوليس ملي غادي يجيبوا هذاك الدري غادي يواجهوه بهذا الشيء كامل اللي قال عليه ابراهيم. غايقول لهم فعلا انا راه واحد النهار كنت في البحر وتلاقيت مع جورج وهضرنا بعضياتنا، وبما انني تا انا من ذاك القوم مشيت معاه للدار وسالينا داك الشيء اللي سالينا، وبقيت مره كنجي عنده. ولكن عاد دوز واحد الفتره وانا مرضت. ملي مرضت كيسحب ليا غير شي سخانه ولا ضربني الريح، وبقيت جالس كندير هذاك الدواء اللي عندي، ولكن كل مره كتزيد الحاله ديالي كتدهور. حتى مشيت للطبيب، ملي مشيت للطبيب درت تحاليل وانا نلقى عندي السيده. وهنا فاش عرفت بأن الوحيد اللي كنت معاه مؤخرا هو جورج. ملي غادي نمشي ونهضر معاه نعرفه بأنه عارف بأن راسو فيه السيدة هو ولصقها فيا. وملي قلت ليه انا غتعطيني فلوس باش نتعالج وغتعطيني قدا وقدا، بدا محيح. وملي طلع ابراهيم كذب عليه وما قالش ليه الحقيقة، تصدموا. اشنو القضية فيها السيدة؟ اذا الدراري كاملين اللي كانوا كيجيو عنده كاملين حيكونوا مرادين بالسيده. هنا البوليس غادي يشدوا ابراهيم ويقولوا ليه كلشي هادشي، غيقول ليه السيد راه فيه السيده. ابراهيم ملي غيسمع هذيك الاخبار غيولي كيبكي وما عارفش شنو غادي يدير. هنا البوليس غيقولوا لي شوف غادي انت الوحيد اللي غادي تتعاون معنا ولا غتهز القضيه بوحدك. السيد كيبكي وكيقول لهم انا والله ما درت لي شي حاجه، ولكن اي حاجه بغيتوني نعاونكم فيها نعاونكم فيها. ولكن ابراهيم ما كانت عنده حتى شي حاجه اللي يقدر يعاون بها من غير هذاك الشيء اللي قال ليهم ومن غير دوك الدراري اللي جاب ليهم. المهم هنايا الشرطه غادي يقولوا خصنا نبدلوا السيستم ديالنا وخصو يتبدل كامل باش نقدروا نشدوا شي خيط ونبداو منه. شنو غادي يديروا البوليس غادي يمشيو لداك سوق الحد اللي كان تخون فيه البسطام ديال عبد القادر. وهنا غيمشيو، تعرف البوليس كيكونوا عارفين دوك الشفاره ديال السواق، غادي يمشيو عند واحد الشفاره كاينين تما، غيقول لهم النهار الفلاني تخون واحد البسطام ولا كارت ديال السيد ها شنو سميتو شنو سميتو. هنايا غيقولوا ليهم شوفوا حنايا راه ما غنشدو حتى شي واحد فيكم، نتوما غتعاونونا حيتاش حنا كنديروا بحث في واحد القضيه. الشفاره ملي غيسمعوا هكاك ما يتخلعوش وغيبدا واحد كيسول الاخر حتى غينقز واحد فيهم. غيقول لهم انا اللي خونت داك البسطام النهار الفلاني. يقول لهم مزيان، ارى لينا هذاك البسطام وديك لاكارت. يقول لهم هذيك لاكارت ما عنديش، الفلوس راه خديتهم، زائد انني تخلصت على جوج ديال لي كارت. انا خويا طلب مني نخون البسطام لهاد السيد ونخون بسطام واحد اخر لواحد السيد واحد اخر. اذا ملي خونتهم عطيتهم لخويا وعطاني الفلوس. قال لي واخا خوك فينا هو؟ قال لهم خويا راه في كازا. المهم يحاولوا انهم يجيبوا الاخ ديالو وغادي يسولوه. يقول لي هذوك لي كارت شنو درتي بيهم؟ يقول لهم انا هذوك لي كارت ما درت بهم حتى شي حاجه، صاحبي هو اللي طلب مني لي كارت ديال جوج دراري، وهو اللي حدد لي الدراري وقال لي بما ان خوك شفار هو اللي شفر لينا وراه غندور معاه. قالوا ليه واخا. يلا فينا هو هاد السيد اللي عطيتيه هاد لي كارت؟ قال لهم انا نقدر نعيط عليه، انا راه تلاقيت معاه مؤخرا كان جالس في واحد ديسكوتيك ودايرين به البنات والفلوس غير كيشتت فيها. ملي شفتو دور معايا وخلص عليا هذيك الليله. قال ليه ولا ميسر عليه الله وما عرفتش منين جاو هذوك الفلوس. ملي سولته قال لي انا راه مثلت في واحد المسلسل وتخلصت عليه وباقي
دافع لواحد المسلسل واحد آخر، وكنتسناهم غير يعيطوا عليَّ. فعلًا ملي شافوا هاد الشي كامل البوليس اللي قال ليهم، عرفوا بأن القضية دايرة فلوس، إذا السيد يقدر هو اللي صرف الشيك وهو اللي خدا هداك الشي اللي كان في الدار ديال جورج. غاديين يشوفوا كيفاش يديروا حتى يجيبوه، حيتاش إلا مشى حتى اتصل بيه شي واحد يقدر يهرب. البوليس غاديين يشدوا الشفار وخوه عندهم باش ما يقدروش يتصلوا به، وغاديين يمشيو للشركة اللي كان يمثل فيها هذا اللي خدا لاكارت، نقدروا نسميوه سعيد. هاد السيد سعيد مشاو للشركة وقالوا ليهم حاولوا اتصلوا به وقولوا ليه راه قبلناك في المسلسل واجي باش نسنيو معاك العقد. فعلا داكشي اللي كاين، اتصلوا به وغادي يجي الموعد، غير عيوصل لباب الشركة غادي يقبوا عليه البوليس، والوقيته اللي غادي يقبوا عليه غيمشيو للبيت اللي كاري في السطح في مدينة السطات، وغادي يقلبوا. ملي غيقلبوا غيلقاو لاكارت ديال عبد القادر وواحد لاكارت وحده اخرى، زائد الفلوس اللي غيلقاو تما، وزائد واحد الساعه اللي كانت ديال جورج وباينه غاليه ما يقدرش يشريها هذاك سعيد. المهم اللي غادي يجيبوه لمقر الشرطه غادي يبدا ينقر ليهم ويقول لهم انا ما كنعرفوش وعمرني ما عرفتو، وانا هاد الفلوس راه بالتمثيل وهادي وهادي. المهم البوليس غيديروا ليه التعليقه وغيبدا يقرب شوي بشوي، غيقول لهم انا فعلا تلاقيت معاه دابا شي شهرين قبل من الموت ديالو في البحر، بحالو بحال هذاك الدري اللي كان في طنجة، وانا قبال منه كنت كنمارس الدعارة مع رجالة ومع مخلط هو. قال لهم ملي تعرفت عليه وعرفتو شنو كيدير وليت كنمشي عنده، ولكن الوقيته اللي بديت كنمشي عنده لاحظت انه كيعيش في واحد الحاله ماديه، عنده زعما الفلوس مزيان، زائد الخلاص اللي كان كيخلص، زائد الفلوس اللي كيخسر. وبديت كنلاحظ حتى من ديك المكانه اللي داير في يديه عرفت بان عنده الفلوس، وهذا الشيء اللي خلاني انا نخطط ونرسم بانني نخونه، وما كنتش ناوي انني نقتله. ولكن البوليس ما تيقوش، قالوا لي لا لا غير قر، زعما نتايا ما كنتيش باغي تقتله. قال لهم لا، انا فعلا خططت انني نقتله ونخول ليه داكشي كامل اللي عنده. قال ليه انا كنكره الاجانب لانهم هما اللي دخلوا لينا هاد الشيء وهما اللي جابوا لينا هاد الامراض كامله وهما اللي خلاونا ولينا قوم لوط. المهم هاد جورج انتقم منه في هادوك الأوروبيين كاملين اللي كان كيعرف أو النصارى كاملين اللي كان كيعرف، واعترف ليهم بالجريمة ديالو. المهم الدراري كاملين اللي كانوا مع هذاك جورج أكيد أنهم غتكون فيهم السيدة، وحتى هذا براسو، وحتى هذاك إبراهيم براسو غتكون فيه السيدة، ويمكن كاع دوزو على عيالاتهم والتصيلة ديالهم كاملة. الله يسترنا. وحتى لهنا سالت القضية ديالنا، كنتمنى أن تنال الإعجاب ديالكم. السلام عليكم وخليتكم على خير. أما بالنسبة للحكم نتوما راه عارفينه، راه السيد غياخد مؤبد بما أن الإعدام راه مبقاش، راه ياخد مؤبد.